استقرار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي ليصل إلى 48 جنيه في البنك المركزي المصري. أهلا وسهلا ومرحبا بكل متابعينا في القناة. أسعار الدولار بقت حديث الناس كل يوم، ومع بداية تعاملات النهاردة استقرار نسبي في أغلب البنوك مع فروق بسيطة بين بنك والتاني. تعالوا نشوف مع بعض أحدث الأسعار، وهي كالآتي: سجل الدولار في البنك المركزي المصري 48 جنيه للشراء، 48 جنيه و17 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري فسجل الدولار 48 جنيه للشراء، 48 جنيه و15 قرش للبيع. في بنك مصر سجل الدولار تقريبا نفس السعر، 48 جنيه للشراء و48 جنيه و15 قرش للبيع. في بنك القاهرة سجل الدولار 48 جنيه و10 قروش للشراء، بيع 48 جنيه و20 قرش. أما في البنك التجاري الدولي CIB فسجل الدولار 48 جنيه للشراء، 48 جنيه و15 قرش للبيع. يعني الأسعار في بداية اليوم كانت كده متشابهة، وبكده نكون استعرضنا معاكم أسعار الدولار مع بداية تعاملات اليوم. شاركونا في الكومنتات، هل شايفين الأسعار هتفضل مستقرة ولا في مفاجآت جاية؟ ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتنا. سلام.